حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة بقى بأمر الله هنعمل وصفة كده سهلة وسريعة. في بنات كتير قوي يعني من ضمنهم بنتي بتقولي مهما اعملها ما بتطلعش مني حلو يا ماما. فقلت لها ليه يا بنتي؟ دي سهلة قوي. انا النهاردة هنعمل صينية البطاطس بالفراخ. حطيت رشة سكر معاها معلقة سمنة. الخطوة دي يا جماعة بتفرق معايا جامد قوي. انا بعملها في كل الوصفات بتاعتي، مش كلها يعني بس في اكتريتها. بحس ان هي فعلا بتفرق معايا قوي. بعد ما تكرمل معايا السكر هنزل بالفراخ. انا خدت نص الفراخ هعملها في صينيه البطاطس، والنص التاني هسلقه عشان محتاجه شوربه. هنا معايا بصل وطماطم وفلفل الوان. هضربه في الكبه. بعد ما حمرت كده الفراخ في قلب السكر المتكرمل مع السمنه، هبتدي انزل بالبصل والفلفل. هنزل بالبصل الاول، هشوحه تشويحه كده مع الفراخ، وبعدين هنزل بالفلفل. انا ما اخدتش الفلفل كله ولا البصل كله. نزلت كمان ببقيه البطاطس. حطيت البطاطس تاخد يعني ايه، تشويحه كده مع الفراخ والبصل والبهارات دي. انا دي طريقه بعملها، وفي طريقه تانية اكتر من دي كمان. انا بعمل البطاطس كله ني وبدخله الفرن. هنا بقى هحط بقية الفلفل مع شوية بصل وطماطم، وهحيق بقى صينية الفراخ بتاعتي. هحط لها البهارات بتاعتها. هنا انا خلاص كده خلصت وحطيت البطاطس زي ما احنا شفنا كده. هتاخد التشويحة مع البهارات والفراخ والبصل والحاجات دي كلها زي ما احنا شايفين كده. لازم اشوحهم. هاخد بقى القوطة مع البصل، هنزل بالملح والفلفل الاسود والسبع بهارات والكمون. طبعا بطاطس لازم كمون وكزبرة ناشفة، وكمان فصين توم وقالب ماجي. انا كده بحيق البطاطس معايا. وهنا كان حطيت الطماطم، بس طبعا عشان مجمدة عندي حطيتها تفك مع الفراخ. وحطيت الخليط اللي انا ضربته في الكبة دوت عليها. ده هيديها طعم حلو قوي. هسيبها بقى ايه، تستوي كده مع بعض كده على النار. هنا بقى ايه، طبعا الشتا ما ادراكم ما خضار الشتا. هنا معايا انا الخبيزه دي. انا عندي جوزي بيعشقها ووليد بيحبها قوي، فانا كنت جايبه نص كيلو كمان. قطعت كمان، اخدت الورق بتاع الكزبره الناشفه مع عيدان بسيطه قوي، يعني مش واخده عيدان كتيره. هي الكزبره الخبيزه بتاخد كزبره ناشفه. تمام. هغسلها بقى غسله معتبره. طبعا الحاجات اللي هي الورقيه دي لازم تتغسل كويس ونتاكد من نظافتها. انا هنا دلوقتي غسلتها وبطلعها من الميه، علشان خاطر بيبقى فيه طينه راقده في الارض. لازم ارميها علشان ما تبقاش يعني ما اخليش الخبيزه في قلب الميه. لازم تخلص من الميه دي عشان زي ما احنا شايفين كده الطينه. اغسلها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحد ما اتأكد من نظافة المية. لازم احس ان المية بقت شفافة. هنا خلاص الخبيزة بتاعتي غسلتها كويس جدا. هسيبها بس ايه تتصفى من المية بتاعتها شوية الى حد ما. هنا انا معايا فريك. في ناس بتحب تحط رز، في ناس بتحب تحط حمص، اللي تحبيه حطيه. هنا هضرب الخبيزة بتاعتي في الكبة. هي مش زي الملوخية، اولا ملهاش عرق. عشان اللي يعملها لأول مرة ما يتخضش. هي ملهاش عرق. انا هكسرها في الكبة زي ما احنا شايفين كده. حابة تنعميها قوي، حابة تخليها خشنة. ده السمك اللي انا بحبه زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت هنا الشوربة على الفريك لازم يا جماعة نلينه في الاول. نحط عليه مية سخنة، نغسله كويس ونحط عليه مية سخنة لحد ما يطرى، وبعدين ناخده نحط عليه الشوربة عشان ما ياخدش مني وقت في السوا. بعد ما استوى معايا حطيت عليه الخبزة بتاعتي. يعني انا بعمله كده وبحطه في الفريزر الفريك. تعالوا بقى نعمل الطشة بتاعته. هو كده كده زي الملوخية. بعد ما استوت معايا الخبزة، طبعا الخبزة بتاخد غلوتين 3 كده على النار. هي مش زي الملوخية زي ما اتفقنا، بس خطواتها زي الملوخية. هنا هحمر التومة بتاعتي.
طبعا انا محيقه الخبيزه من الشوربه وكله، يا دوبك احمر بس التومه بتاعتي، واول ما احس ان هي داخله على الصفران او اللون الذهبي الجلدي زي ما احنا شايفين كده، هنزل بمعلقه كزبره. تمام، هنزل بمعلقه كزبره وفلفل اسود زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي اطش الخبيزه بتاعتي، وهسمعكم صوت طشه الخبيزه. اسمعوا. الله. ولازم نرجع بكبشة في الطاسة اللي احنا عملنا فيها الطشة عشان ناخد كل التوم. زي ما احنا شايفين كده، لازم نسمع الطشة بتاعتنا كده تش. يا سلام. ونرجع بيها تاني على الخبيزة كده. الخبيزة بتاعتنا استوت، اخدها بس غلوة مع التومة عشان كله يبقى الطعم شارب من بعضه. هنا خلاص البطاطس بتاعتي استوت زي ما احنا شايفين كده. انا حطيتها على النار من فوق، حطيتها على عين البوتاجاز من فوق لحد ما استوت. انا هزودها بس شوية مية او شوية شوربة علشان ادخلها الفرن عشان ما تنشفش مني. انا مش عايزاها تنشف مني. انا ساعات ما بحطش عليها الطماطم، وبستكفى بس بالطماطم اللي انا ضربتها في الكبة وبحطها، لان انا ما بحبش يعني الطبيخ التقيل ده ما بحبوش، ولا عندي حد في البيت بيحبه. هنا كده اكلنا خلاص استوى. انا دخلت صينيه الفراخ في الفرن، والخبيزه بتاعتي هي جاهزه معايا اهي. هندوق بقى احياء لو محتاجه اي حاجه تانية، بس انا مع يعني كانت مظبوطه ظبطه السنين. هنا كمان هنعمل شويه رز كده ابيض، وكمان هنعمل طبق سلطه. انا لقيت جوزي داخل عليا بالبنجر، فحطيت واحده على السلطه. يا جماعه البنجر فوائده عاليه قوي، وما تفكروش تقلبوا السلطه غير عند الاكل، علشان الاكل السلطه ما تتاكسدش من الليمون والخل والملح عند التقليب لما نيجي ناكل. وهنا كان اكلنا جاهز. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه والتعليق الحلو اللي بيفرح قلبي. وده طبق الشوربه بقى كده اللي يدفينا في الشتاء. طبق السلطه الجميل جنب الاكل بيخلي الاكل ليه طعم تاني. شويه الرز الحلوين المفلفلين اللي يستاهلوا بقكم. طبق الخبيزه اللي يدفي في الشتاء كده ويبقى ليه طعم كده وشمخه كده. الشتاء بجماله وخضاره الكتير ما شاء الله. هنا الفراخ، وهنا صينية البطاطس زي ما احنا شايفين كده. الاكل بتاعنا سهل وبسيط. صينية البطاطس يا جماعة ليها طرق كتير قوي، والطريقة اللي تحبيها ان شاء الله هتطلع بيها حلوة. الطريقة اللي تعجبكم اعتمدوها. ان شاء الله في طريقة تانية ابقى انزلها لكم ان شاء الله. دي وصفتنا، وده كان يومنا، وده كان غدانا. ان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم. متنسوش الاشتراك في القناة والدعوة الحلوة لأم وليد والكومنت واللايك، بالله عليكم اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.